بيبدأ فيلمنا النهاردة يا صاحبي في مدينة دكا عاصمة بنجلاديش. المدينة كلها زحمة وفوضى وكل شارع فيها تحت سيطرة تاجر مخدرات. الزعيم الأكبر هناك اسمه أمير عسيف، راجل مجرم عنده نفوذ، كل الحكومة بتخاف منه وحتى الجيش تقريبا محدش بيقدر يقرب منه. وفي الهند في واحد تاني زعيم مخدرات كبير برضه، وابنه أوفي مهجان بيعيش حياة مترفهة جدا لكن مضغوط وضيع بين عزلة أبوه وظروفه. بيحب يخرج مع أصحابه ويدور على أي حرية. في يوم بيقرر يخرج مع أصحاب السوق ومن غير ما ياخد باله بيتخطف، والعصابة اللي خطفته بتسلمه لأمير عسيف، وده بيخلي الدنيا تولع. والزعيم الهندي طبعا قاعد في السجن مش قادر ينقذ ابنه بنفسه، فبيكلف واحد من رجالته المقربين اللي اسمه ساجو، بيقول له اتصرف ورجع لي ابني. وطبعا ساجو ده راجل شجاع وذكي جدا، بس في نفس الوقت عنده عيلته وخايف يخسرها، فبيضطر ان هو يلجأ لمجموعة مرتزقة واللي بيقودهم تايلر ريك. وهنا ندخل على بطل القصة تايلر ريك، واللي بيكون جندي سابق في القوات الخاصة الاسترالية، شخصية قوية جدا بس هو من جواه محطم. ابنه مات بسبب السرطان وهو طفل صغير، وتايلر فضل عايش في الذنب انه سابه لحظة موته عشان كان فيه مهمة. من وقتها وهو بيهرب من نفسه، حياته كلها مغامرات قتل، وبيشرب كتير وبيحط نفسه في اخطر المواقف من غير ما يفرق معاه يعيش او يموت. المهمة بتتعرض على تايلر، ادخل دكا وحرر الولد من ايد امير عسيف واطلع بيه من المدينة. من اول لحظة بيوافق كأنه كان مستني اصلا المهمه دي تجيله، اللي هو اصلا عايز اي حاجه يا اما ترجع له لحياته معنى يا اما يموت بقى، مش مشكله، هو مش فارق معاه كده كده. فبيقوم تايلر وفريقه نازلين بنجلاديش يجهزوا نفسهم وبيبداوا يراقبوا المكان اللي محبوس فيه اوفي. العمليه من البدايه واضحه انها عمليه انتحاريه، لكن عسيف مش بس عنده رجالته، ده مسيطر على الشرطه كمان. بس تايلر كده كده مش فارق معاه الدنيا. فبيقوم تايلر ايه بقى يا جدعان، مقتحم المكان ويقتل الحراس واحد ورا التاني بحركات سريعه ووحشيه جدا. والمعركه دي بتبين قد ايه الراجل ده متمرس بالمسدسات والسكينه وبايده وبكل حاجه. وفي الاخر بيوصل لاوفي والولد طبعا مرعوب جدا ومش فاهم ايه اللي بيحصل. تايلر بيطمنه وبيبدا يهرب بيه، بس هنا بتبدا المطارده الكبيره. امير عسيف طبعا مش هيقعد يتفرج يعني، ده مسيطر على الشرطه والجيش، هتيجي عليك انت يا تايلر. فبيقوم امير عسيف عامل ايه بقى، بيدي اوامر الشرطه والجنود اللي هم اصلا بيخدموه انهم يقفلوا كل مخارج المدينه. بس تايلر كده كده مش فارق معاه الدنيا يعني. فالمهم قام جاي واخد اوفي وبيجروا في وسط الشوارع وبينطوا من بيوت لبيوت وبيتخانقوا مع الجنود. وفي وسط الاحداث دي تايلر بيتصاب بس بيكمل برضه. وفي النص بيظهر ساجو اللي كان المفروض يساعد تايلر لكنه قرر يخونه. هو شايف ان مفيش فلوس كفايه لدفع المرتزقه، اللي هو يدي لكل واحد لقمه عيشه، ولو المهمة فشلت ابنه هو اللي هيتأذى، فهيحاول ياخد اوفي بنفسه ويخلص المهمة لوحده. بس تايلر بيواجهه وبتبدأ بينهم معركة صغيرة كده، كل واحد بيحاول يسيطر على الولد. بس اوفي نفسه بيبدأ يشوف ان تايلر ده مش مجرد مرتزق وخلاص، لا ده الراجل ده بيحميه فعلا وبيخاطر بحياته عشانه. وبينهم بيتكون رابط انساني. وفي لحظة هدوء كده اوفي بيسأله عن ابنه وتايلر بينهار من جوه ويحكي عن احساسه بالذنب. المهم الطريق للخروج من دكا بيبقى جحيم. فبيقوم تايلر مكلم ساجو ومتفق معاه ان هو يديله الولد يخرجه هو وتايلر يشغل الجنود. تايلر بيتصاب اكتر من مره، نزيف وضربات، لكنه بيكمل وبيدخل في معارك في بيوت ضيقه وعلى الكوبري الكبير اللي بيتحول لساحه قتال مرعبه. الطيارات فوقهم والجنود محاصراهم والدنيا كلها مقفله. وفي اخر المواجهه على الكوبري تايلر بيوصل للحظه تضحيه، بيعرف ان مفيش امل يخرج سليم، فبيقرر ايه، بيقرر يضحي بنفسه عشان اوفي يهرب. وبيفضل يضرب نار على الجنود والجنود تضرب نار عليه. وفي وسط تبادل اطلاق النار تايلر بيتصاب اصابات كتير جدا، لكن كل ما بيتصاب بيقوم وبيقتل ناس اكتر. بس في النهايه بيتصاب اصابه جامده جدا وبيقع في النهر تحت الكوبري والدم بينتشر حواليه. واوفي بيحاول يجري عليه عشان يساعده، بس خلاص هو خد رصاصه مش هتقومه تاني. وبعد فترة أوفي بيرجع لحياته بل أحسن شوية، والبنت اللي كانت مع تايلر بتقتل أمير عسيف. ولحد هنا يا صديقي يكون خلص الملخص بتاعنا النهارده. يعني بقى لو وصلت لهنا بقى تنساش بقى اللايك والفولو والكومنت، الحاجات الحلوة دي يعني.